بحفظ ابنك القرآن غادي تكوني مميزة يوم القيامة. يوم القيامة اللي الأهوال ديالها والناس متالفين وكل واحد كيفكر غير في راسو وكيبان لهم الجنة والنار والصراط وفين غادي نمشي وفين غادي ندخل، وهذه في هذيك اللحظة نتيا غادي تلبسي تاج الوقار. يعني غير تاملوا في هذا الشيء الا كتاملوا فيه كفيل انك تجاهدي وديري اي حاجه، تعبي وتمشي الطريق وترجعي وما تخلي ما ديري باش وليداتك يحفظوا القران. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله احوالكم طيبه. واخيرا غندير هذا الفيديو بعد طول انتظار تحت طلب العديد من الاخوات كيتواصلوا معايا. امتى ساميه غادي ديري دوره لتحفيظ القران للاطفال؟ امتى غادي تبداي؟ فصراحه يعني عطلت الامر لظروف، ودابا عاد كتاب، وكيف ما كنقولوا وقت ما جا الخير ينفع. فدابا جات مع العطله المدرسيه احسن وقت اللي نستثمروه ونستغلوه في حفظ القران الكريم للاطفال، في عوض ما يبقاو هاد العطله هذه يدوزوها غير في اللعب والتلفازه والتليفون والخروج والدخول. احسن حاجه هي اننا نحفظوهم القران. حفظ القرآن للأطفال وحتى للكبار خاصنا نعتبروه مشروع الحياة. كيف قال أحد الصالحين: علم القرآن لطفلك والقرآن سيعلمه كل شيء. غير علم غير القرآن لولدك وخليه صافي، خليه ما تخافش عليه مازال، لأن القرآن غيعلمه كل شيء. القرآن هو دستور الحياة، هو منهاج الحياة، هو يعني القانون اللي خاصنا نمشيو عليه في هذه الحياة. إلا خدينا القرآن كمنهاج وكدستور وتبعناه وطبقناه وتدبرنا فيه وحفظناه وقريناه، فغادي نكونوا غاديين على الطريق الصحيح، الطريق اللي بغانا الله سبحانه وتعالى اننا نمشيو عليها. واحسن حاجه نديروها لوليداتنا هي اننا نحفظهم القران، كتعود عليهم وعلينا بالنفع. اول حاجه واجمل حاجه هي انك يوم القيامه انت والاب ديالو كتلبسوا تاج من نور، تاج الوقار، تاج اللي خير من الدنيا وما فيها، تاج اللي غادي تفاجئي به يوم القيامه وغادي تسالي من اين لي هذا، فيقال لك انت والاب ديالو بحفظ ولدكما القران، بحفظ ابنك القران غادي تكوني مميزه يوم القيامه. يوم القيامه اللي الاهوال ديالها والناس متالفين وكل واحد كيفكر غير في راسو وكيبان لهم الجنه والنار والصراط وفين غادي نمشي وفين غادي ندخل، وهذه في هذيك اللحظه نتيا غادي تلبسي تاج الوقار. يعني غير تاملوا في هذا الشيء الا كتاملوا فيه كفيل انك تجاهدي وديري اي حاجه، تعبي وتمشي الطريق وترجعي وما تخلي ما ديري باش وليداتك يحفظوا القران، خاصه في هذا الزمن هذا اللي ولات الفتن كقطع الليل المظلم. يعني الفتن من على اليمين وعلى اليسار ومن الفوق ومن التحت. وليداتنا في البيت الفتن، خارج البيت الفتن، في المدرسه الفتن. فاحسن حاجه باش نحصنوهم هي اننا نطوقوهم بالقران، بكلام الله سبحانه وتعالى، يلقوه في البيت، يحفظوه، يديروه في الصدور ديالهم. لذلك الحمد لله بعد نجاح دورة مبادرة الخاتمات للنساء اللي ما شاء الله دابا كتضم أكثر من 120 أخت ما شاء الله اللهم بارك، هي دورة عن بعد عبر الواتساب. اللي بغات أنها تنضم لينا تواصل معايا في الرقم اللي غنخلي لكم هنايا ديال الواتساب. فمن بعد النجاح ديالها وطلب ديال العديد منكم غادي نديروا ان شاء الله مبادرة تحفيظ القرآن للأطفال. فاللي بغات ان تسجل الابناء ديالها سواء بنيه ولا وليد تواصل معايا ان شاء الله في الواتساب. فقط ملاحظه كيف كنقول دائما بان الدوره مدفوعه ليست مجانيه، يعني اللي ما عندوش قابليه انه يدفع من اجل دوره فيعني بلا ما يضيع الوقت ديالو ويدخل الواتساب وداكشي، فالدوره مدفوعه. وديما كنشرح لكم هذه المساله هذه ديال علاش مدفوعه، لان حنا هكاك الا ما عطيناش الفلوس على شي حاجه ما كنلتزموش، ما كنديروش واحد المجهود باش اننا نكملوا. جربنا بزاف ديال الدورات المجانيه كتكون فاشله، ما كتعطي حتى شي نتيجه. في الاول كلشي كيكون متحمس، كيدخل واحد العدد كبير، كلشي غادي مزيان، شويه بشويه كيبداو الانسحابات، كيبدا التكاسل، الغياب، لا ما حفظتش، لا عندي الضياف، لا انا مسافره، لا انا خارجه، لا من الطالبات ولا حتى من المعلمات. ولكن ملي كتكون الدوره مدفوعه الطالبه كتكون ملتزمه
الا الا كانت شي ظروف يعني فوق المستطاع، يعني انسان مريض ما قادرش نهائيا شي حاجه نيت. اما الانسان كيتفكر راسو بانه عاطي فلوس كيلتزم. هادشي في امور الحياه كامله، رياضه، في اي حاجه بغيتي ديرها، تعلم لغه، تعلم مهاره، اي حاجه. دابا نتوما كتشوفوا اليوتيوب عامر اي حاجه بغيتي تعلميها كاينه، ولكن شكون اللي كيتعلم؟ القليل جدا. الا مشيتي اللي بغا يتعلم كيمشي كيخلص، تخلصي في شي مدرسه ولا شي حاجه، ديك الساعه كتمشي لانك عاطيه فلوسك، ما يمكنش ما تمشيش. فكذلك يعني في هاد الدورات هادو اللي كيدخل كيعطي فلوسه كيلتزم. وحتى المعلمات ملي كيكونوا كيتخلصوا على خدمتهم فكيديروها باتقان، وكيكونوا عارفين راسهم بانهم واخدين واحد يعني رزق من عند الناس، فاكيد خصهم يأديو مقابل هذاك الثمن اللي هما واخدين، يأديو مجهود وعمل ديالهم باش ياخذوا هذاك الشيء حلالا طيبه. فهاد الشيء اللي كاين. بالنسبه للدوره ديال الاطفال ما غاديش يكون فيها غير تحفيظ القران فقط. كيف كنعرفوا ان الوليدات كيملوا دغيا كيفقدوا التركيز ديالهم، فضروري اننا ننوعوا لهم. غادي يكون تجويد، غادي يكون يعني قواعد التجويد، غادي يكون تفسير القران، احاديث نبويه، درس في الاخلاق. المهم غادي ننوعوا لهم ان شاء الله. غادي يكون عندهم برنامج اللي زوين بزاف، وغادي تكون مواكبه وبرنامج ومتابعه ضروري من اختبارات امتحانات. ان شاء الله كلشي غادي يكون زوين وغادي يعجبكم ان شاء الله. واهم حاجه عندنا هي ان وليداتنا يعني كتشوفي مثلا ولدك حفظ ايه جديده، حفظ حديث، فهم ايه شنو كتعني، وكيجي يقولها لي. كل هذا الشيء كيفرحك بزاف، لانه للاسف ولينا دابا كنشوفوا ان الوليدات ملاهيين غير مع التفاهات، خاصه الوالدين اللي كيعطيو وليداتهم تليفون خرجوا عليهم. ولاو الوليدات عارفين كاع داك العجب اللي كاين في تيك توك، اللي كاين في الانستغرام، اللي كاين في اليوتيوب. فيما كان شي ترند عارفينه، فيما كان شي عجب عارفينه. كذلك التلفازه كياخذوها بدون حاسب ولا رقيب، فكتلقى العقل ديال الولد عامر غير بالتخربيق، غير بالتفاهه، وحتى الدراسه ديالهم كتاثر بهذا الشيء. وهذه بشهاده يعني نساء كنعرفهم امهات كيعاودوا لي هادشي. الوليدات اللي عندهم زعما وليداتهم كيهزوا التليفون والتلفازه وداكشي، كتلقى بان التحصيل الدراسي ديالهم كيتراجع من بعد ما بداو كيهزوا التليفون والتلفازه وداكشي. فعوض ما نخليو وليداتنا انهم ينجرفوا ورا هذا التيار هذا اللي ما غيأديش بهم البر الامان، خصنا حنا نجروهم. حنا هذه مسؤوليه ديالنا، حنا اللي خصنا نوجهوهم الطريق الصحيح. هما باقي ما عارفينش، حتى هما راه الشيطان كيوسوس ليهم كيغلبهم. ما غيبغيوش انهم يحفظوا القران، ما غيبغيوش انهم يقراو لك شي حاجه مزيانه. وليدات ما كيبغيوش يحفظوا، ما كيبغيوش يراجعوا، لانهم ما عارفينش مصلحتهم، باقيين صغار ما عارفينش مصلحتهم. هذه مسؤوليتنا حنا، ولكن كونوا اكيدين انهم ملي غادي توقفي على ولدك وغتجاهدي، ماشي لا صافي حفظ القران، حفظ هذه السوره، ما بغيتيش صافي، لا، راه جهاد. راه الا بغيتي ولدك يحفظ القران راه جهاد، بغيتي ولدك يصلي ويحافظ على الصلاه راه جهاد، بغيتي تعلمي ولدك الاخلاق راه جهاد. وخصك تحتسبي الاجر عند الله سبحانه وتعالى. التعب ديالك والجهد ديالك والاعصاب ديالك وكل شيء داكشي خصك تحتسبي عند الله. راه ماشي ساهل، راه حنا كنتصفاو في هذه الحياه، في هذه الدنيا هذه حنا في اختبار، كنتغربلوا كنتصفاو. شكون اللي غادي يجاهد، شكون اللي غادي يصبر، شكون اللي غادي يبين الله سبحانه وتعالى بانني فعلا انا بغيت وليدات صالحين، بانني كنجاهد، انا كندير السبب، والكمال على الله سبحانه وتعالى، الهدايه بيد الله، ولكن انا كنبرأ الذمه ديالي، انا كنحاول انني ندير داكشي اللي انا مسؤوله عليه. وفي الاخر الا كانت شي حاجه راه كتكون من عند يعني صافي من عند الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، الا ولدي خرج ماشي هو هذاك او ولكن في الغالب يعني في الاغلب 99% الا كنتي صالحه وكان كنتي يعني اللي فعلا عارفه المسؤوليه ديالك وكتجاهدي بان دوك الوليدات يكونوا مزيانين، كتجري ليهم في الخير، بغيتيهم يحفظوا القران، بغيتيهم يصليو، ما بغيتيهمش يكونوا مع رفقه خيبه، كتديهم للمسجد مثلا الا كان حداك، هكا كتدخليهم دورات الا كان ما متوفرش لك الظروف انك تديهم للمسجد ولا الكتاب. الناس ديال اوروبا كذلك كيكون صعيب عليهم انهم يلقاو كتاتب ولا مساجد قراب ليهم. فاش كديري هادشي كوني اكيده انه واحد 99% ان الابن ديالك غادي يخرج باذن الله صالح كيف ما بغينا، يعني يكون متوازن بين الدنيا والاخره. حنا ما بغيناش وليدات اللي ناجحين فقط في الدنيا، بغينا وليدات اللي ينجحوا في الدنيا والاخره، لانه الا كان ناجح في الدنيا ما عندنا حتى شي ربح. نهار غادي يموت مشات الدنيا خلاها هنا، في الاخره اشنو غادي يدير؟ انت غتحاسبي ملي توقفي قدام الله سبحانه وتعالى، وتا هو غادي يحاسبك، لان فاش كان صغير انت اللي كنتي مسؤوله عليه، انت اللي ربيتيه، انت اللي عجنتيه،
هو فاش كيتزاد على الفطره صفحه بيضاء، داكشي اللي كتبتي فيه انت والاب ديالو هو اللي كيتكتب. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أبنائنا تربية صالحة، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم ويهدي جميع أولاد المسلمين. فاللي بغات أنها تدخل ولدها ولا بنتها لدورة تحفيظ القرآن تواصل معايا في الواتساب. نعاود نذكركم بأن الدورة مدفوعة، والواتساب أنا اللي غادي نجاوبكم فيه إن شاء الله، نعطيكم تفاصيل. إلا عندكم أي سؤال أو استفسار فمرحبا بكم. هادشي اللي كاين. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة. السلام عليكم.